صباح الخير عليكم. انا تعبت من التنطيط بقى في الصيدليه كل شويه ورايح جاي والكلام ده، فقلت اكلمكم بقى وانا قاعد النهارده. شكلنا كده رجعنا للطبيعه تاني والحمد لله بنسبه كبيره جدا جدا جدا. في ناس كتير اتريقت عليا قبل كده، انا كنت عملت فيديو قبل كده واتكلمت فيه عن الاسعار بتاعه الادويه اللي بقت مبالغ فيها جدا جدا، وكل شويه الاسعار عماله بتغلى. وفي ناس كتير للاسف للاسف الا من رحم ربي طبعا ما بقوش يقدروا على ثمن الادويه، خاصه انها في ارتفاع بشكل متزايد جدا. وفي ناس كان معاها تجيب قبل كده دلوقتي ما معهاش. وطلعت الفيديو قبل كده واتكلمت واتفهمت غلط في الموضوع وناس ضحكت عليا. والفيديو تقريبا كان وصل ما يقرب من حوالي نص مليون مشاهده على اخر النهار. وكان لو انا كنت سبته اكتر من كده كان ممكن ان هو يطلع اكتر من كده، وكان يعني هيجيب تفاعل اكتر من كده. انا كنت عملت الصبح تقريبا الفيديو على الساعه 10 ونص او الساعه 11 كده. على اخر النهار الساعه 6 او الساعه 7 لما روحت لقيته وصل نص مليون مشاهده. ولو انا كنت سبته كان وصل اكتر من كده. الفيديو باختصار كنت انا بتكلم فيه عن ان الاسعار بقت مبالغ فيها قوي. اتكلمت وقلت ان احنا شكلنا هنرجع للطبيعه تاني، وهنبتدي بقى نشرب السوائل الدافيه واليانسون والحبوب بقى والحلبه ومش عارف ايه والكمون والكلام ده. فاللي هو عشان ما اطولش عليكم بس كتير، لانه الفتره اللي فاتت نزل فيديوهات كتيره جدا لبعض الدكاتره، سواء بقى دكاتره الباطنه او دكاتره القلب او دكاتره مثلا ايا كانوا عموما. وفي دكاتره كمان التغذيه العلاجيه، ما ننساش الكلام ده. حتى دكاتره التغذيه العلاجيه كمان في منهم كتير جدا جدا دلوقتي موجودين برضو على فكره على الفيسبوك وعلى يوتيوب، بسم الله ما شاء الله. ودكاتره كويسين جدا جدا والناس تشهد لها بالامتياز. انا مش عايز اقول لكم طبعا يعني الناس دي انا شخصيا على فكره اصلا يعني بتفرج عليهم وبستفيد منهم كتير جدا جدا. تمام. فالكلام اللي بيتقال عموما صح. هم الدكاتره كمان دول بداوا ينصحوا مؤخرا بالاعشاب والعلاج من الطبيعه. تمام. اللي هو اي حد دلوقتي هيقول لك انت مشكلتك، كل مشكلتك عموما في الحاجات اللي زي كده. يعني معظم المشاكل دلوقتي اللي مرتبطه بالاكل والشرب والحياه اليوميه عموما او الروتين اليومي عموما. انت دلوقتي مثلا عندك قلب، عندك سكر، عندك ضغط، كل الحاجات دي مرتبطه بحاجه معينه، وهي مثلا الكلى. انت الكبد مثلا هتيجي تكشف وليكن بطنه، او مثلا عند حد تخصص بتاعه وليكن كلى، او حد تخصص مثلا بتاع قلب او الكلام ده. هيقول لك هو شاكك في حاجه معينه دلوقتي، هيقول لك اعمل لي وظائف كلى، اعمل لي وظائف كبد، اعمل لي انزيمات كبد، اعمل لي انزيمات قلب، هتعمل لي رسم قلب، هتعمل لي ايكو. الحاجات دي كلها بتطلب، وفي احيانا بعض التحاليل بتطلب علشان خاطر لو في مثلا نسب سيوله او في جلطات او الكلام ده وهو شاكك في حاجه يتاكد منها في الاول. فبعدين هيجي يقول لك بعد كده الاكل بتاعك انت ابعد عن كل ما هو مصنع. يعني انت ما تاكلش اي حاجه، اي حاجه عموما داخل في تصنيعها ايد البني ادم. كل حاجه هتاكلها مثلا لازم تكون بتاعت ربنا الحمد لله. يعني انت بالنسبه لك دلوقتي الرز بتاعنا مثلا فانت هتاكل منه كميات قليله اللي هو كربوهيدرات او نشويات زي ما بنقول. مثلا المكرونه احنا اللي عاملينها، فبالتالي ابعد عنها كل حاجات الجلوتين او الكلام ده. انت السكريات اللي بره، سكريات بقى اللي هو ايه، السكر الابيض والحلويات والشيبسيات ومش عارف ايه والحلويات الشرقيه وما الى ذلك. تمام. كل الليله دي يعني معظم الدكاتره هيبعدوكوا عنها، وهيقول لك بعد كده انت علاجك منك فيك. يعني انت على فكره اكلك وشربك بنسبه 90% او بنسبه 80% هم اللي متحكمين في نسبه علاجك او في طريقه علاجك ونسبه شفائك والكلام ده كله. فانت ابعد عن اي حاجه. وهتلاقيهم مثلا بيكتبوا دلوقتي بعض الادويه اللي انت بس محتاجها، مش بقى بعض الناس التانيه اللي ما عندهاش بقى ضمير هيقعد يرص لك في الروشته وش وضهر وخد كذا وكذا 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 وكذا. وجايز تكون بنسبه كبيره جدا انت مش محتاج اصلا معظم الادويه دي. كل اللي انت محتاجه انك انت بس هتمشي على روتين معين شهر 2 3 هتلاقي الدنيا بالنسبه لك الحمد لله اتحسنت. بس احنا للاسف بنمشي على الادويه وبنبوظ الدنيا من الناحيه الثانيه. واكيد طبعا 90% من الشعب المصري عارف الكلام ده. فالناس اللي طلعت اتريقت عليا انا اقسم لكم بالله العظيم الكام سنه اللي جايين هتلاقوا الطبيعه او العلاج عموما بالاعشاب او بالحبوب ابتدت تخش في علاج الامراض المزمنه مثلا بتاعه القلب او الضغط او السكر او الكلام ده بنسبه كبيره جدا، ما لا يقل عن 60 70%. و30% الثانيه علاج والروتين بقى الاكل. تمام. لو انتم مش مصدقين الكلام ده ادخلوا دلوقتي على فكره على يوتيوب وعلى الفيسبوك، هتلاقوا معظم الدكاتره بتوع البطن وبتوع التغذيه العلاجيه بيتكلموا في الحاجات اللي زي كده. وانه الروتين بتاعك اليومي لازم يكون صحي وكويس ومفيد بالنسبه للاكل والشرب. من الناحيه الثانيه بقى انت مش محتاج علاج، ممكن تكون مش محتاج علاج كتير يعني. تمام. فاللي هو الناس اللي كانت اتريقت عليا قبل كده ازاي الحال